السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بالجديد إن شاء الله. إبراهيم دياز يختار تمثيل إسبانيا على حساب المغرب. كشفت تقارير صحفية عن القائمة الأولية التي استدعاها المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي لخوض المباراتين المقبلتين أمام منتخبي النرويج واسكتلندا يومي 25 و28 من الشهر الحالي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024. وأشارت التقارير التي أكدت أن مدرب منتخب لاروخا وضع لائحة موسعة تضم 69 لاعبا من بينهم لاعب ميلان إبراهيم دياز الذي ارتبط اسمه باللعب مع المنتخب المغربي. وأضافت أن دي لافوينتي سيعلن عن القائمة النهائية للمباراتين المقبلتين يوم الجمعة المقبل في 17 من الشهر الجاري. ولم يصدر دياز أي بلاغ حتى الآن بشأن مستقبله الدولي وما إذا كان سيغير جنسيته الرياضية من إسباني إلى مغربي رغم اجتماعه بمدرب الأسود الأطلس وليد الركراكي.